وهاد البريوات ديال لدان فيمي اي فخوماج والزعتر كيجيو مقرمشين. سمعوا القرمشه. اذا بقاو معايا وما تمشيو فين واجيو نقادوهم. اذا هاد البريوات ساهلين ماهلين. غنحتاجو فيهم هنايا فخوماج شيز، اي فخوماج ممكن ديروه. المهم انا كنستعمل هذا تعجبني. هنايا عندي لانشون ديال البقر، خديت واحد الكميه. وهنايا عندي لدان فيمي، عندي شويه الزيت النباتيه. عندي هنا واحد البول غادي ندير فيه نخلط فيه، وعندي ورق الفيلو. اول حاجه غناخذ لا كونتيتي اللي بغيت انايا ديال الفرomاج. غادي نخلط معاها لانشون ديال البقر ولا دان فيمي. غنقطعو هكا على شكل شرائح طويله طوال او مربعات، المهم على حسب نتوما اشنو بغيتو كيفاش بغيتوه يكون. صافي هنايا غندير الكميه تاعي فوق الفرomاج. ومن الحاجه الاساسيه نسيت ما قلتهاش لكم هي الزعتر. انا الزعتر عندي شي حاجه اساسيه في البريوات ديال الفرماج، يعجبني اللوغو ديالو. غادي نحطو في يديا مزيان. غنخلط هادشي حتى ينسجم ليا الحشوه مع بعضياتها. صافي الحشوه عندي موجوده. غادي ناخذ ورقه كيلو. هنايا تنشد الورقه نخليها على جوج، مطويه على جوج بهذا الشكل. وغادي ندهنها بالزيت. صافي هنا غناخذ الحشوه ديالتنا غنديروها الوسط بهذا الشكل. غنديروها هكا الوسط، وغادي نطويو لينام ديالنا كيف المعتاد. وانا تندهن الزيت، يعني تنستعمل بالزيت باش الورقه تجينا فيها ديك القرمشه. غنعاود معكم وحده اخرى. هنا تنشدو الورقه بهذا الشكل، تنطويوها على جوج، تندهنو الورقه ديالنا غير واحد دهنه خفيفه، ماشي ما تكثروش الزيت. تنشدو الحشوه ديالنا، تنحطوها تنقادوها هكا باش تجيو حتى الجوانب يجيو عامرين. ترجعوها للجنب بحال هكا، وهذا الجنب بحال هكا. وتنبداو نطويو اللينام ديالنا العادي بالطريقه العاديه، ولكن حنا تنطويو وحنا تندهنو. بهذا الشكل حتى تنطويو اللينام ديالنا كامله. تيجيو ساهلين ماهلين، تيجيو واحد القرمشه فيهم يا سلام. ونستفهم في الطاوه وندخلهم الفران ونرجع معكم. وهادو لينام ديالنا من بعد ما قديتهم وعمرتهم غادي ندخلهم يطيبوا في الفران. وهادو هما لينام ديالنا او اللي بغا يديرهم على شكل بريوات. المهم تيجيو مقرمشين لذاذ بزاف، فيهم واحد اللذه رائعه. تبقاو محافظين على القرمشه ديالهم. نتمنى الوصفه تكون عجبتكم ونالت الاستحسان ديالكم، والقاكم في حلقه قادمه.